السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غوالي، إن شاء الله بخير بصحة وسلامة. صباح الخير عليكم وعلى كل من يشاهدني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وما الأرض عليك يا أرحم الراحمين. شلونكم غوالي؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم صبح عليكم أخوكم محمد أبو زيد العراقي. تمام. اليوم عندنا نقاش حول حب الفيس، حب اليوتيوب وحب الفيس، وهو توأم نفس الشيء اللي هو الفيس واليوتيوب. اوكي. اليوتيوب ناس بتقول، شو بتقول الناس؟ بتقول برنامج افتراضي. وانا شو بقول مش افتراضي يا غوالي، وهو برنامج كل الموجودين فيه عواطف واحاسيس مشتركة وليس خالي من العواطف. اوكي. في مرات تصدف قصة حب من طرفين نفس الشعور. اوكي. شو من الطرفين؟ يعني شاب وبنت يحبون بعض وتنتهي بالزواج. اوكي. وفي شباب في اليوتيوب مع الأسف يعني نصب واحتيال على البنات. وأنا شو بقول لهم يعني يا غوالي، يا اللي تدخلون على اليوتيوب وتعملون علاقات مع البنات غلط، فتذكر يا حبيبي أن عندك أخت وعندك زوجة. تمام. فحافظ يا حبيبي على كرامتك، يا إما تحب بصدق وأخلاق ومن طرفين يا غوالي، مش طرف واحد. يعني مرات تصدف البنت تحب شخص من طرف واحد، هو الشخص الثاني ما يحبها يعني. تمام. ومرات يحبها ويعشمها بالزواج، ولكن لا أكو حب ولا أكو زواج ولا أكو أي شيء يا غوالي. ماشي. فهذا شو معناه؟ نصب على البنت. اوكي. فلذلك شو بيصير في البنت؟ راح يصير فيها حالة نفسية. ومرات شو تعمل البنت؟ يا اما تغلق قناتها او تمتثل امام الامر الواقع، او لا سامح الله تنتحر وتكون قتلت نفسها وما حصلت اي شيء. لا هي اللي نفعت نفسها مثلا، ولا هي اللي نفعت اهلها، ولا هي اللي نفعت المجتمع. فلذلك يا غوالي نقول يا أخواتنا، يا أصدقائنا اللي على اليوتيوب، تمام، من تردين مثلا تعملين علاقة مع شخص، لازم اختبار لهذا الشخص. ماشي. لأن بالأول والأخير هو رجل، ما راح يهمه شيء. وبالأول والأخير أنت ست، راح أنت تتضررين من العلاقة اللي بينك وبين مين؟ بينك وبين الرجل. تمام يا غوالي. فاليوم نصيحتي لأخواتنا اللي موجودات على اليوتيوب، يا غوالي، قبل أن تعملين علاقة مع شخص تأكدي بأنه يحبك بصدق
وعاطفة. أوكي؟ أتمنى وصلت الفكرة إلى ناس ياما وياما نصحهم محمد أبو زيد العراقي. أتمنى وصلت الفكرة وكلامي إلى ناس معينين على اليوتيوب يا غوالي. كان معكم أخوكم محمد أبو زيد العراقي، في أمان الله وحفظه.